لو لسه ما تعرفيش تعملي البسبوسة بأحسن طريقة، تعالي هقولك على طريقة سهلة ولا أروع. يلا بينا. البسبوسة العقدة اللي مش راضية تتحل، ايه رأيكم في الجمال ده؟ أحلى صينية بسبوسة بعد النهاردة إن شاء الله هتعمليها بطريقة جميلة جدا جدا، سهلة وسريعة، مرملة طرية، مش هتنشف معاكي بصراحة. كل اللي هياكلها هيشكرك عليها بجد. تحفة 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 بجد. يلا بينا كده نقطعها ونشوف شكلها عامل ازاي، الترميلة بتاعتها وشكلها بصراحة مش عارفة اوصف لكم الكاميرا، بس بجد بجد ظلماها. يلا بينا نشوف مع بعض ونشوف طريقتنا ومكوناتنا ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا متابعين، اخباركم ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض البسبوسة بطريقة سهلة جدا جدا واسهل طريقة ممكن تعمليها، ناجحة ومضمونة، طرية ومرملة بمنتهى السهولة. يلا بينا نشوف مكوناتنا ونشوف مقاديرنا ايه. اول حاجة كده معايا كيسين من البسبوسة الجاهزة، وكمان معلقة صغيرة جدا من البيكنج باودر او البيكنج شيف الموجود عندك والمتوفر، وكمان رشة من الملح، رشة صغيرة خالص. بعد كده هنقلبه كويس وهركنه على جنب. هنيجي بقى كده في بولة معايا هنا معلقتين سمنة بلدي، وطبعا البسبوسة بتعشق السمنة البلدي، كل ما تضيفي لها السمنة البلدي كل ما يطلع معاكي البسبوسة تحفة بجد. معايا معلقتين كده كبار من السمنة البلدي، وكمان هضيف معاهم معلقتين زيت، ومعايا هنا علبتين زبادي، وكمان هضيف علبة مية. وانا بفضل اضيف علبة مية، ما اضيفش علبة الزبادي التالتة بصراحة. يعني جربوا الطريقة دي، ناجحة ومضمونة 100% ان شاء الله معاكم. بعد ما ضفت بقى المكونات بتاعتي وعلبة المية زي ما قلنا كده، هعيرها بعلبة الزبادي ومعلقتين زيت ومعلقتين سمنة، هقلبهم كويس مع بعض الخليط كده، وهبدأ اضيفه على الدقيق السميد اللي معايا اللي هو دقيق البسبوسة، واقلبه لحد ما يترمل، بس يشرب الخلطة بتاعتي، ما اقلبش فيه كتير، وده من نجاح البسبوسة ومن سر من اسرارها. بعد كده بقى معايا صينية مدهونة مادة دهنية، اي حاجة، زيت، سمنة، اي حاجة. بعد كده هنزل بقى بالخليط بتاعي في الصينية اللي احنا دهناها، وبعد كده هسويه كويس، وبعد كده ادخلها الفرن. الفرن يكون سخن، ادخله على درجة حرارة 180 في الرف الاوسط، مش هشغل من فوق، هشغل من تحت. وعما الصينية، عما البسبوسة تخرج معانا بقى كده، كل شوية هبص عليها، وعما تخرج معايا ابدأ اعمل الشربات بتاع البسبوسة. عبارة عن ايه؟ كوبايتين سكر، كوبايتين مية، اقلبهم كويس، وبعد كده هرفعهم على النار. اول ما يغلوا معايا الشربات غلوة واحدة بس، مش اكتر من كده. احنا عايزين شربات البسبوسة دايما من سر نجاحها ومن عوامل النجاح بتاعها انه يكون خفيف. هديله عصرة ليمونة، واديله رشة فانيليا، وكمان اهم حاجة معلقة سمنة بلدي. ده بقى حتى لو انت مش ضايفة في الخليط بتاعك سمنة بلدي، هيخلي البسبوسة بتاعتك بطعم السمنة البلدي بالظبط. ده شكل البسبوسه بتاعتي بعد ما خرجت من الفرن، بجد تحفه، شكلها روعه روعه، جميله ازاي. واول ما نزلنا عليها طبعا الشربات بيكون سخن، وهي سخنه اول ما بتطلع من الفرن بسقيها على طول. شايفين ازاي تعرفي ان اذا كانت البسبوسه ناجحه او مش ناجحه معاكي؟ انها بتشرب بالشكل ده ايه الشربات بتاعنا. اول ما نزلت عليها شايفين كل ما بسقيها بتشرب. المقدار الشربات ده مظبوط جدا جدا للكيسين البسبوسه. جربي الطريقه ان شاء الله هيعجبك، تحفة بجد، طرية مرملة في منتهى الجمال، بجد مظبوطة جدا جدا جدا. جربيها وان شاء الله هيعجبك الطريقة، وقولي لي رأيك في التعليقات. وبعد ما سقيناها بالشربات هنسيبها بقى لما تبرد، وبعد كده تقطعيها، وبألف هنا وشفا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة لأول مرة تشوفها ومتابعة، واشوفكم على خير في فكرة جديدة ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.